اهلا بيكم في اكله وترويقه. لو انتوا بتحبوا الرنجه بس بتتضايقوا من تفصيصها وشويها، تعالوا اقولك على طريقه حلوه جدا وسهله نفصصها بكل سهوله من غير ولا تعب ولا مجهود، وهنعمل مع بعض احلى رنجه بصوص الطحينه الخطير. هنا بقى لايك للفيديو، وما تنسيش تنورينا بالاشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنا بقى انا معايا 3 رنجات. بصي حاولي لما تيجي تجيبي الرنجه ما تجيبهاش الطريه قوي عشان ما تبقاش مهريه من جوه، ولا الناشفه قوي المحجره دي عشان ما يبقاش فيها ملوحه جامده. هاتيها اللي هي الوسط ديت والتخينه الحلوه دي. انا دلوقتي بقى خدت الرنجه بتاعتي شويتها على البوتاجاز. دي احسن طريقه تخليكي تفصصي الرنجه بكل سهوله، ان انت تمشيها على النار كده وتشويها على البوتاجاز. بصي بقى دلوقتي لما تشوت هتبتدي تفصصيها بكل سهوله. اول حاجه بتفتحي الرنجه كده اهوت وتطلعي منها البطاريخ، وبعد كده بتشدي السلسله من جوه، بتطلع بالراس وبتطلع بالمصارين بتاعتها وبكل حاجه. بتاخدي بقى اللحم بتاعها كده اهوت، هتشيلي الجلد من تحت. بصوا بيتشال بكل سهوله عشان مشويه على النار. وبعدين بقى بتشيلي الشوك اللي هو على الحرف دوت بالجزء الاسود دوت. الجزء اللي هو على الحرف ده بيبقى فيه الشوك الكبير، فانت بتشيليه، بيتشال كل الشوك اللي فيها. تعالي نعمل التانية كده. هتفتحيها كده اهوت وهتطلعي البطاريخ بتاعتها وهتنضفيها من اي مصارين او اي حاجة. بعد كده بقى هتشيلي الجزء اللي هو فيه المصارين ده كده، هيتشال معاكي كده من فوق الوش خالص. اسحبي بقى الشوكة، اسحبي الشوكة كده السلسلة كلها، هتتسحب بقى بكل حاجة، بالراس بالمصارين بكل حاجة. هيتفضل معاكي نصين الرنجة بس كده. هتاخدي بقى نصين الرنجة دول، هتشيلي بقى الجلد من تحت كده، بيتشال بكل سهولة خالص. النار بتخليه كده يدوب كده ويتشال خالص بكل سهولة. هتاخدي بقى الجزء اللي على الحرف كله اللي هو فيه الشوك الكبير، هيتشال كده معاكي كله اهو، الجزء الاسمر ده واللي فيه الشوك الكبير. كده بقت الرنجة جاهزة معاكي. بس بقى انت عايزه تقطعيها قطع صغيره قطعيها براحتك. انا عايزه اقولك ان دي احسن طريقه انا بحب اعملها، ان انا اشوي الرنجة على النار. منها تتطهر من اي ميكروب من بره، ومنها ان هي بتبقى سهله جدا في تفصيصها، وكمان الجلد بتاعها بيتشال بكل سهوله. كده بقى انا الرنجة بتاعتي بقت جاهزه. تعالي بقى نعمل لها صوص الطحينه الخطير. انا معايا بقى الطحينه بتاعتي كده حوالي نص كوبايه. هحضر بقى ايه؟ هحضر لها شوية كده من الخل وحوالي عصير ليمونتين بس كده. انا مش هضيف لها طبعا ولا اي توابل ولا اي حاجة خالص. ليه بقى؟ لان الرنجة بتاعتنا هي بتبقى مملحة لوحدها، حتى لو مش مملحة فهي مش هتحتاج توابل ولا هتحتاج اي حاجة. بس كده كده الصوص بقى جاهز معايا. لو حسيت ان الطحينة تخينة شوية زودي لها شوية خل لغاية اما القوام بتاعها يبقى كريمي كده ومظبوط، وانزلي بقى بيها على الرنجة اللي احنا قطعناها كده قطع صغيرة، وهنضيف عليها كمان شوية من الزيت كده فوق الوش. تعالي بقى قلبي الرنجة الخطيرة ديت كده السايحة في الطحينة، بجد طعمها رهيب رهيب. دي اكتر حاجة انا بحبها في الرنجة. انا كنت عاملة معاكم في فيديو قبل كده سلطة الرنجة، لكن دي بقى النهاردة انا عاملاها لكم بالطحينة. لو انت عايزة سلطة الرنجة انا هسيبها لك في اول تعليق مثبت ان شاء الله. متنسيش بقى تحط لايك للفيديو ونورينا بالاشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من اكله وترويقه ان شاء الله.